انا النهارده جايه اثير الجدل واقول لك معلومات محدش عايز يقولها لك عن فريق مكافحه العدوى. فريق مكافحه العدوى ده مش الناس الشريره اللي الناس كلها خايفه منها وبتكرهها، بل بالعكس دول اكتر ناس جايين عشان يحموك ويحموا العيان اللي داخل المستشفى ويحموك منه. هدفهم الاكبر ان هو يحموا الفريق الطبي اكتر ما هم يحموا العيان، علشان نخلي بالنا ما يجيناش فيروس سي وايدز وكل الامراض دي كلها. بل بالعكس هيعرفوك ازاي تتعامل مع كل عيان داخلك، مش هنخاف ونترعب من اي عيان فيه عدوى ونبعد ونسيبه، علشان كمان تحافظ على نفسك، عشان يشوفولك بدل العدوى، عشان يشوفوك لو اتعرضت للوغز. هم مش ناس اسرار ولا حاجه، بل بالعكس ده بيحافظوا عليك كجراح ان العيان يخرج من تحت ايدك من غير اي عدوى، بيحافظوا عليك كعيان ان انت تخرج من غير اي عدوى من المستشفى، بيحافظوا عليك كممرض ان انت ما تتعديش من العيان، بيحافظوا عليك وبيجيبوا لك حقوقك من كل حد. ليه بقى خايف منهم؟ لو عايز تبقى اخصائي مكافحه عدوى او تبقى ضمن فريق مكافحه العدوى سيب لي في الكومنت وهقولك ازاي تعمل كده. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو اول مره تشوفني خلي القلب لونه احمر وابعت الفيديو لكل اصحابك اللي عايزين